يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. كل سنه وانتم طيبين. خلاص رمضان جري والعيد على الابواب زي ما انتم شايفين كده. هنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله الكحك الساده بكل اسراره وتكاته، واللون بتاعه يطلع احمر ازاي كده جميل وردي، وفي نفس الوقت النقشه تبقى موجوده وظاهره كده زي ما احنا شايفين. حاجه كده يعني فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. بص النقشات بتاعته جميله جدا وثابته زي ما هي، متغيرتش ولا اي حاجه، والظهر زي الوش. يعني حاجه كده ايه، تحفه. طبعا مش قادره اقول لكم الكحك ده بيبقى جميل جدا، انا بعشقه بصراحه. وبصوا هو محشي ومفرغ من جوه ازاي زي ما انتم شايفين كده. هنبدا وصفتنا ونقول بسم الله. معايا نص كيلو سمنه و75 جرام، 575 جرام من السمنه البلدي يا جماعه. يعني يفضل البلدي زي ما انتم شايفين، عاملاها بلدي بقري. ومعايا كيلو دقيق، هنزل عليه بمعلقتين من السمسم الكبار. السمسم بيديله جرشه حلوه جدا كده تحت السنان وانت بتاكليه. وهنزل عليه بمعلقه ريحه كحك صغيره هرميه كده معايا زي ما انتم شايفينها. وهننزل كمان بربع معلقه ملح صغيره. وهنزل بربع معلقه بيكنج باودر صغيره يا جماعه، ربع معلقه بس، ما تكتريش عشان الكحك ما يفرش معاكي والنقشه بتاعته تروح منك. ومعايا كوبايه ميه دافيه، ومعايا معلقه خميره فوريه كبيره ممسوحه زي ما انتم شايفين كده. هبدا ادوبهم بقى مع بعض. جبت بولة هنزل بالمية الدافية فيها، وهنزل بمعلقة الخميرة عليها، وهنزل بمعلقتين سكر كبار. هقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد ما اقلبهم هركنهم في مكان دافي لغاية ما بس الكحك، وبعدين نرجع ناخد نشوفهم يكون الخميرة ايه، اختمرت معايا. زي ما انتم شايفين هنقلب المكونات الجافة كده كلها مع بعض. بعدين هننزل عليها بالسمن. احنا قدحنا السمنة كويس جدا، بنعمله بالطريقة ايه القديمة. هنقدح السمنة كويس جدا. وخلي بالك وانتي بتنزلي بالسمنة عشان ما تتحرقيش لا قدر الله. يعني انا نازله حبه حبه. البوله اللي انا بعمل فيها دي بتستحمل السخونيه، انتي لازم تعملي في بوله تكون بتستحمل السخونيه معاكي. الطبق ده بيدخل عندي الميكروويف. قلبت كويس بالسمنه كده، وهنزل ببقيه كميه السمنه. هفضل اقلب لغايه الايه الدقيق ما يتشرب السمنه خالص. بعد كده هسيبه لمده ربع ساعه او نص ساعه لغايه ما يهدى خالص عشان ابدا ابسه. يعني مش هقدر احط ايدي فيه وهو سخنه كده كده مولع بصراحه يعني، فممكن لو حطينا ايدينا فيه لا قدر الله نتلسع يعني. بعد ما هدي كده نص ساعه ابتديت بقى ابس ايه الكحك. هبسه لمده 10 دقايق زي ما انت شايفين. تبسيه كده زي انا ببس بالظبط كده. بصي ببسه كويس ازاي. بعد كده هنجيب بقى ايه، الخميره تفاعلت اهي معانا. هننزل بايه بتلات ارباع كوبايه كده، كوبايه الميه، ونلم العجين. وبعدين نشوف لو احتاجنا هننزل ببقية ايه كمية المية. هنلم العجين بس يا جماعة، مش هنعجن عشان دي ما يعملش عرق وينشف الكحك معانا. احنا بنلم بس الايه الدقيق بالمية. زي ما انت شايفة لسه كان محتاج شوية مية كمان. نزلت ببقية الايه كوباية المية اللي عندي. هلمه كويس جدا مع بعض لغاية ما ايه ما يتجانس كل الخليط مع بعض. بصوا هو كده الكحك اتلم كويس جدا زي ما انتم شايفين. حتى انا بلم اللي في الجوانب في الطبق كده زي ما انتم شايفين كده. هو خلاص انا هبدأ اشكل العجين على طول واحطه في الصاجات، وبعدين اسيبه لغاية ما يختمر، وبعدين ندخله الفرن. اسيبه نص ساعة يختمر وبعدين ندخله الفرن عشان تعرفي ان العجينة نجحت كده. ما فيش اي تشققات في الكرة اللي انت عاملاها. بصي الكحكايه ما فيهاش اي تشققات، معنى كده ان العجينة نجحت معانا. هبدأ بقى اشكل كده. انا بحب اعمل بصراحة بالمنقاش لان البصامة ما بتبقاش واضحة قوي. المنقاش بيدي شكل حلو جدا. بصوا النقشه رائعه بصراحه. بصوا شكلها جميل جدا زي ما انتم شايفين كده. هننقش واحده تانية مع بعض. انا هعمل لكم كذا نقشه كده تشوفوها. النقشات جميله قوي بالمنقاش بصراحه، بتبقى ظاهره كده واضحه جدا. انا عملت خطوط بالعرض وهعمل خطوط جنبيها بالطول.
وهلف الكحكايه وهعمل برضو كده تحت اللي بالطول كده، هعمله بالعرض، وهعمل الناحيه التانية بالطول. بصوا الكحكايه تحفه، شكلها جميل جدا، النقشه تحفه فيها زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. النقشات جميله جدا، وهنسيب فراغ بين الكحكايه والكحكايه مش كتير يعني. هنقش واحده تانية، هنقش كده خط مستقيم بالطول في النص، وبعدين هاخد من الجناب هنقش بعوجه شويه، او الجنب كده هنقش بعوجه كده شويه. هلف الكحكايه وهنقش الناحيه التانية بالعكس زي ما انتم شايفين كده. النقشه برضو جميله جدا، بصوا واضحه ازاي معايا. جبت بقى هنا حطيت فيهم شويه مكسرات، هبدأ بقى ألم كده على قلب الكحكاية بالراحة، وهكورها شوية، وبعدين هبطط حاجة بسيطة جدا زي ما انت شايفة كده بس. وهبدأ انقش برضو، وخلي بالك وانت بتنقشي عشان البندق ما يبانش من الايه، من الكحكاية وانت بتنقشيها زي ما انت شايفة كده. النقشه جميله برضو قوي زي ما انتم شايفينها كده. وبعد كده هسيبه يختمر نص ساعه، بعدين هندخله الفرن على درجه حراره 160 لغايه ما يحمر من تحت، وبعدين نولع عليه الشوايه حاجه بسيطه. وزي ما انتم شايفينه كده لونه وردي وتحفه. بصوا الظهر بتاعه زي الوش، والنقشه زي ما هي، مسحتش ولا اي حاجه، شكلها كده تحفه. بصوا النقشه زي ما هي، حاجه كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. ولا ريحه الكحك فظيعه في البيت يا جماعه. وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب. زي ما انتم شايفين كده، وناعم ودايب دوب زي ما بيقولوا. بصوا من جوه مفرغ ازاي، في الحشوه كمان من جوه مفرغ وجميل وناعم ودايب، والله جميل تحفه. وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب.